اخرتك بقيت دكتور بهايم. اكيد الكلمة دي اتقالت لك اول ما جالك مبروك تم قبولك في كلية الطب البيطري، واكيد اتضايقت واحتمال تكون اصلا بتفكر تحول من الكلية بسبب الكلمة دي. طيب هو احنا فعلا دكاترة بهايم بس؟ وهل الكلمة ده عيب اصلا وبتقلل من قيمتنا؟ انا ياسمين طالبة في طب بيطري، وانت دلوقتي بتسمع بودكاست اعرف بيطري مع ياسوفيت. طيب صلي بينا على النبي، هل كلمة دكتور بهايم شتيمة أو حاجة عيب أصلا؟ بالعكس، ده ربنا قال في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. يعني دي كلمة مذكورة أصلا في القرآن. طب ليه انت بتتضايق اما الكلمه دي بتتقالك؟ ببساطه لانك ما انتش عارف ايه اهميه دكتور البهايم. عاوز اقولك ان من غير المهنه دي مش هيكون عندك ثروه حيوانيه اصلا في بلدك، يعني ولا هتعرف تاكل لحمه ولا اي حاجه لها علاقه باللبن ومنتجات الالبان عموما، لان ببساطه دكتور البهايم هو المسؤول عن علاج الحيوانات اللي بتديك كل ده. طيب هو الاطباء البيطريين ما بيعملوش حاجه غير انهم بيعالجوا بهايم بس؟ طبعا لا. الطب البيطري مجال واسع جدا ومجالاته كتير. عاوز اقولك اصلا ان ممكن تبقى دكتور بيطري شاطر وعمرك ما اتعاملت مع جاموسه حتى. طب ازاي؟ احنا عندنا المجالات بنقسمها جزئين: مجالات لها علاقه بالحيوانات، يعني شغلك وحياتك كلها هتكون مع الحيوانات، ومجالات تانية مش هتشوف فيها صرصار. تعالى نبدأ بالمجالات المتعلقة بالحيوانات. أول حاجة هو مجال اللارج أنيمال، وده اللي هو بقى لو اشتغلت فيه هتكون دكتور بهايم صح بقى، لأن المجال ده شغلك كله هيكون في مزارع التسمين والحلاب، ومجال مهم جدا واللي بينجح فيه بصراحة بيعدي. وعندنا دكاترة شطار قوي في المجال زي دكتور محمد جابر ودكتور محمد مصباح. المجال التاني وهو مجال الخيول، وده مجال رائع وبتتعامل فيه مع حيوان حساس جدا، واشهر حد عندنا في المجال ده الغني عن التعريف دكتور حاتم ستين. المجال التالت بقى وهو مجال الدواجن، ده بقى عالم تاني، انت بتشتغل في مزارع الامهات والبياض والتسمين، مجال ما شاء الله مربح جدا. ومن الدكاتره المشهوره قوي في المجال ده دكتور امين نحله ودكتور محمد جوده. وبالمناسبه دكتور محمد جوده بيقدم بودكاست رائع بيستضيف فيه دكاتره ناجحين في الطب البيطري، هسيب لكم لينك قناته في الديسكريبشن بوكس. المجال الاخير معانا اللي ليه علاقه بالحيوانات هو مجال البيتس، ده بقى مجال الناس الرايقه، حاجه نظيفه كده قاعد في العياده المكيفه مستني القطه والكلب يدخلوا تكشف عليهم، حاجه كده فاهم في الروقان. وده بقى يعتبر المجال اللي ينفعنا قوي كبنات لو احنا حابين نشتغل مع الحيوانات، مجال كده كيوت الصراحه. طب يا ياسمين كامل اللي قلت ده زي الفل والله، بس انا عندي مشكله كبيره، انا اصلا بخاف من الحيوانات، انا مش قادره اتخيل نفسي شغال معاهم، اعمل ايه؟ عاوزه اقول لك اللي بتكلمك دي كانت بتترعب لو شافت قطه قدامها، عمرها ما تخيلت انها ممكن تتعامل مع حيوان في حياتها اصلا، والحمد لله قدرت تربي 11 قطه في بيتها عادي واتغلبت على الموضوع. لو عاوز تعرف التحول ده حصل ازاي اكتب لي في كومنت، ممكن احكي القصه دي في حلقه ان شاء الله. تعالى بقى اقول لك على المجالات اللي ملهاش علاقه بالحيوانات، بس يعني لو لسه بتسمع لحد هنا وشايف الكلام مفيد ما تحرمناش من اللايك والسبسكرايب وتشير الحلقه عشان الفايده تعم. اول مجال هو صحه وسلامه الغذاء، ده بقى مجال هتتعامل فيه مع الاكل، مسؤوليتك انك تطلع منتج نظيف، لحمه، فراخ، تونه، اي منتج بقى غذائي الانسان لو كله ما يتعبش، يعني انت بتكون خط الدفاع الاول للانسان. الشغل في المجال ده بيكون في المصانع، في الشركات، في الفنادق، في المطاعم، في المولات، اي حاجه فيها اكل بقولك. وده مجال مريح جدا للبنات برضو، واشهر حد في المجال ده دكتور مي تاج الدين. المجال التاني مجال شركات الأدوية والميديكال ريب، ده بقى مجال الناس الواجهة، يعني بدلة، عربية، كلمتين حلوين، تبيع الدواء للدكتور، حاجة كده روقان. يعني المجال ده عاوز حاجتين: شياكة وكلام حلو. المجال التالت وهو مجال التحاليل، إذا كان بقى بيطري أو بشري. ايه ده، هو انا كدكتور بيطري اقدر احلل البني ادمين عادي؟ ايوه يا ابني والله عادي، هتعمل دبلومه بعد الكليه وهتفتح احسن معمل تحاليل. المجال الاخير اللي هنختم بيه ان شاء الله الحلقه بتاعت النهارده مجال الصيدليات البيطريه، مجال مريح وجميل برضو، تفتح صيدليتك ويجي لك حالات وانت قاعد مكانك وشغال 100 100، وده مجال كويس جدا برضو للبنات. والله انا تعبت من كتر المجالات اللي قلتها، ويجي واحد ما يعرفش حاجه في الدنيا يقول لك بيطري ملهاش لازمه. لو عندك اي سؤال او موضوع حابب تسمع عنه اكتبه لينا في كومنت عشان احتمال يكون عنوان الحلقه الجايه، وما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان ده بيدعمنا نكمل محتوى. وانتظرونا في حلقه قادمه من بودكاست اعرف بيطري مع ياسوفيت.